في ميديا بايرز كتير والشغلانه معروف انها بتجيب فلوس، بس في ناس مرتباتهم 5-7 آلاف جنيه في الشهر، وفي ناس مرتباتهم بتتخطى ال 20 وال 30 وال 50 الف جنيه في الشهر. طب ايه اللي يفرق الناس اللي هو مرتباتهم بتتخطى ال 50 الف جنيه في الشهر عن الناس اللي بتفضل مستقه في الحته اللي هي 5-7 آلاف 10,000 ماكس في الشهر؟ النهارده انا جاي اقول لكم 5 حاجات مش تكنيكال بعيدا عن الداشبورد خالص هتميزك كميديا باير وهتساعدك ان انت تكسب فلوس اكتر. وعلى عكس كل الفيديوز اللي على اليوتيوب، اهم واحده هي اول واحده عادي، يعني انا مش هسيبكم للاخر عشان تتفرجوا. طيب اول حاجه هي ان انت تتعلم بروجكت مانجمنت، والبروجكت مانجمنت دي بيقع تحتها التايم مانجمنت. انت كميديا باير مرتبك بيتحدد بناء على عدد الاكونتس او عدد البروجكتس اللي انت تقدر تشيلها، فكل ما قدرت ان انت تشيل بروجكتس اكتر وتوصل بنتائج كويسه بالبروجكتس دي او بالاكونتس اللي انت شايلها دي وتحقق ار او اس كويس، فانت هتقبض فلوس اكتر. طيب ازاي بقى تدير كذا بروجكت في وقت واحد وتحقق نتائج كويسه؟ دي حاجه اسمها البروجكت مانجمنت. البروجكت مانجمنت هي ان انت تكون عارف كل بروجكت مثلا واقف فين، ايه التفاصيل بتاعته، تكون قادر تمانج الداتا الخاصه بالبروجكت ده، فتقدر ان انت بالتالي تحقق افضل نتائج خاصه بالاكونت اللي انت شايله ده. طبعا في تولز بتساعدك ان انت تعمل القصه بتاعت البروجكت مانجمنت دي بشكل كويس، وانا في تولز بستخدمها بشكل شخصي مش في البروجكت مانجمنت بس برضه في التايم مانجمنت، ودي ممكن يتعمل حلقه لوحدها خاصه عن مثلا التولز اللي بتساعدني اكون برودكتيف كميديا باير. فلو انتم مهتمين بالتولز دي سيب لي كومنتس وانا هعمل فيديو كامل عن التولز اللي انا بستخدمها كميديا باير. بس انا هكمل دلوقتي في باقي التيبس اللي انت المفروض تعملها كميديا باير او باقي الحاجات اللي مش تكنيكال اللي انت المفروض تعملها عشان توصل لريزلتس كويسه، لان لسه معانا 4 حاجات تانيين. تاني حاجه محتاج تتعلمها وهي الانجليش. انا قلتها كتير، انت كل ما الاكونت اللي انت شايله بيكون كبير بيكون في اكونت مانجر ديديكيتد ان هو يساعدك في الاد اكونت اللي انت شغال عليه ده. بنسبه 80% الاكونت مانجر ده بيكون اجنبي وبيكون اللغه اللي انتوا بتتكلموا بيها انجليزي، وبغض النظر عن الحته دي فكل الميتريكس اللي في البلاتفورمز كل شرح الميتريكس دول بالانجليزي، وهو اصلا يعني اسمه ميديا باينج او برفورمانس ماركتنج، يعني مثلا مش تسويق مقاييس الاداء، يعني هو اصلا المجال مجال انجليزي، هي دي اللغه الام بتاعته. فانت عشان تتطور في المجال ده لازم تظبط اللانجوج دي قراءه وكتابه، لان زي ما قلت لك انت هتكتب او هتقرا، وبرده لو انت مثلا ماسك اكونت كبير او هذا اكونت بتصرف بادجتس كبيره. يعني انا عايز اقول لكم من اول يوم في اكونتس انا كنت مسكتها من اول يوم صرفت $10,000. فجاه واحد بعت لي ايميل اكونت مانجر من سناب شات: اهلا عبد الله، ازيك، ايه الاخبار، عامل ايه، تحب نسكجول ميتنج نخش مع بعض نظبط الامور في الاكونت بتاعك. طبعا هو هيديك اكسبيرينس، تخيل حد من المنصه نفسها هيساعدك ان انت تبوش الاد اكونت او الكامبينز بتاعتك فورورد، بس هيكون العائق ما بينك وما بينه اللغه، فهي دي اللي انت محتاج تشتغل عليها. ثالث حاجه وهي ان انت تتعلم كانفا. تقول لي كانفا انا مالي يا عم، هو انا ديزاينر؟ بس ثانيه انا جاي لك في الكلام. انت دلوقتي ممكن تكون اجمد ميديا باير بيعمل اي حاجه ليها علاقه بالميديا باينج، محدش هيعرف كده غير لو انت عرفت تبريزنت ده بشكل كويس. واللي هيساعدك ان انت تبريزنت ده، يعني فكر فيها كده، لو انت جيت تتعامل مع كلاينت او مع بزنس او بتقدم على شغل عادي، اول انتراكشن بيكون ما بينك وما بين المكان ده هو البورتفوليو بتاعك مثلا. فانت لو مش عارف تعرض الشغل بتاعك بشكل كويس بشكل منمق، عارف ايه الاليمنتس بتاعت الديزاين اللي تحطها عشان تشد الشخص، لو انت مثلا عملت في كامبين ريزلتس كويسه ازاي تهايلايت الحته دي، فدي كلها اسمها برزنتيشن سكيلز، بس كانفا هيساعدك تعمل الموضوع ده بشكل افضل بكتير. رابع حاجه وهي ان انت تتعلم نيجوشيشن وبرزنتيشن سكيلز. برزنتيشن سكيلز دي مرتبطه بكانفا، التيبل اللي قبل دي، بس كانفا انت محتاج تتعلمه لوحده. النيجوشيشن وبرزنتيشن بقى، انت مثلا لما عرضت البورتفوليو بتاعك او البرزنتيشن بتاعتك عشان تشتغل مع الكلاينت ده او مع الشركه دي، فتيجي بقى حته الفلوس، فانت بتتعلم نيجوشيشن وبرزنتيشن عشان تو نوت ليف ماني اون ذا تيبل. يعني انت ممكن مثلا الكلاينت يكون ويلنج ان هو يدفع لك 30,000، بس انت مثلا خلاص هو السقف بتاعك 20,000، فال 10,000 اللي انت سبتهم دول كده انت يو ليفت ماني اون ذا تيبل. فانت بقى النيجوشيشن وبرزنتيشن هيساعدك ان انت تميك شور ان انت بتاخد اقصى بيمنت الكلاينت ده ممكن يدفعها مقابل المجهود بتاعك. طيب الحته بتاعت البرزنتيشن بقى بتيجي فين؟ انت مثلا اشتغلت في المكان او في الشركه خلاص وابتديت ان انت تحقق نتائج كويسه، فبيجي دور ان انت تعرض الشغل بتاعك: يا جماعه انا عملت كذا كذا، انا وصلت لكذا كذا. فالناس اللي حواليك زملائك في الشغل الناس دول كلهم بيبتدوا يعرفوا لا عبد الله حد كويس في المجال بتاعه، وعبد الله عارف يعرض شغله بشكل كويس. على عكس مثلا لو انت بتحقق اجمد نتائج بس ما حدش يعرف عنها حاجه، ما بتتكلمش عنها، فبالتالي زيك زي اي ميديا باير موجود. اخر حاجه وهي الاكسل. بص انت ممكن تكون الكامبينز بتاعتك شغاله وعماله بتحقق نتائج كويسه، بس انت مش عارف النتائج اللي انت بتحققها دي هل هي افضل نتائج انت ممكن توصل لها ولا في افضل، وهل لو في مثلا مشكله في كامبين معينه، يعني انت مثلا ممكن تمسك اكونت جواه مثلا 10 كامبينز،
جوه ال 10 كامبينز دول 50 اد شغال. فانت ازاي هتقدر تكون قادر مثلا تحدد انهي اد افضل، انهي كامبين بتجيب افضل ريزلتس؟ فتيجي هنا دور الاكسل. طبعا الداشبورد بتاعت الكامبينز كويسه وكل حاجه، زي مثلا فيسبوك ادز وسناب شات ادز، بس مش هتديك الصوره الكامله لو انت ماسك كذا اكونت، او مثلا ماسك اكونت واحد بس شغال على كذا بلاتفورم، والكذا بلاتفورم دول عليهم كذا كامبين. فهنا مش بتعرف تاخد افضل تحليل للداتا ممكن من الداشبورد بتاعت الاعلانات دي. فوقتها بيجي دور ان انت بتعمل اكسبورت للداتا اللي موجوده، يعني بتاخد الداتا اللي موجوده مثلا على سناب شات، على ميتا، وتبتدي ان انت تنظمها في اكسل. انا مش بقول لك على فكره اتعلم اكسل عشان تبتدي ان انت تعمل هيت مابس بقى وتفضل تتكلم ازاي تعرف الشارتس الناجحه والحاجات القديمه قوي دي اللي كانت بتتعمل على الاكسل زمان. انا بقول لك اعمل كده او اتعلم اكسل عشان تكون قادر تعمل حاجه اسمها كلين اب للداتا، تحط الميتريكس اللي انت محتاجها بالظبط، وبعد كده تبتدي ان انت تابلود الدوكيمنت ده او الشيت دي للتشات جي بي تي، وبتبتدي ان انت تساله الاسئله اللي انت محتاج تعرفها عن الكامبينز بتاعتك. بس لو انت اديت للتشات جي بي تي الشيت مش منظمه او ما فيهاش الميتريكس اللي انت فعلا محتاجها، او اللي التشات جي بي تي خدها هيديك ريسبونسز كويسه، فكده انت هتكون بتعك الدنيا. فعشان كده لازم تتعلم اكسل. لو انت بقى عايز تتعلم حاجات ليها مثلا علاقه بالحاجات التكنيكال فعلا اللي انت محتاج تتعلمها عشان تكون ميديا باير كويس، ففي فيديو هيظهر قدامك دلوقتي، روح اتفرج عليه. الفيديو ده مفيد جدا، وفيه زي يعني رود ماب مبدئيه كده للشخص اللي عايز يخش في مجال الميديا باينج.